اليوم راح ينعرض فيلمي بالسينما. احنا حاليا متوجهين الى بروكسل حتى نشوف الفيلم داخل السينما بالعرض الاول. طبعا ابويا هو المخرج مال الفيلم، والشركه مال الانتاج هي شركه بلجيكيه فرنسيه. يعني رادت من عندي اكل، قلت له اوكي مشغولات. هاي هي السينما اللي راح ينعرض بها الفيلم، وطبعا اول ما دخلت للسينما حسيت انه اني داخل عالم ثاني، لانه السينما صراحه مكانها كلش حلو، والناس اللي كانوا داخلين بهاي السينما ناس عندهم هواي افلام دي يشتغلوها، فهم داعمين كانوا لهذا الشيء. على العموم هنا بدنا نجرب عرض الفيلم لاول مره بالسينما، لكن كانت تجربه. العرض راح يكون بعد شويه. هنا كنا منتظرين الجمهور يجون، والحمد لله طبعا الصاله كانت كلش مليانه لمن اجى الجمهور وشاف الفيلم. وما احكي لكم شنو كانت ردات الفعل على الفيلم. الفيلم طبعا ما انعرض بهاي السرعه، لكن التصوير اللي انا دا اصوره سريع حتى ما احرق الفيلم. طبعا انا كانت ردة فعلي كلش حلوه على الفيلم، لانه انا الفيلم صراحه ما شايفه، يعني ابويا كان يشتغله وانا ما كنت اشوف الفيلم، كنت اريد اشوفه بالاخير بالعرض لما يكون ينعرض بالسينما ويجون الناس يشوفوه. طبعا هذول الناس بلشوا يجون، وهنا بدا النقاش على الفيلم مالتي. الآراء كانت كلش إيجابية، خاصة إنه الناس اللي يعطون الآراء هذه هم ناس مختصين بهذا المجال، مجال السينما والتلفزيون. طبعا هاي لقطة من فيلم انعرض بالسينما من ضمن 5 أفلام اللي من ضمنها هو فيلمي. صراحة أنا كلش حبيت الأفلام اللي انعرضت، حبيت الفكرة مال إنه إحنا نشوف الأفكار مال الناس من خلال الفيلم. وابويا طبعا كلش تعب على الفيلم، بس الحمد لله انه تعبه ما راح بلاش. الفيلم ما كان كوميدي ولا كان اكشن، لكن الناس كانوا كلش متحمسين كانه الفيلم اكشن، وبنفس الوقت كانوا يضحكون كانه الفيلم كوميدي. ما زلنا نراوح بدائرة الزيرو، الحيرة بهذه الدائرة. احب اقول لابويا شكرا على هذا الفيلم الاكثر من رائع. طبعا انا كلش كنت فرحان وعندي فيلم دي ينعرض بالسينما، وهذا الشيء طبعا مو اي واحد يقدر يحققه، وانا حققته بفضل ابويا. شكرا بابا على هذا الفيلم، وشكرا على كل الجهود اللي انت قاعد تبذلها حتى تشوف ابنك بمكان عالي. وجيت هنا حتى اتآلف ويا البرد اللي بداخلي واللي بخارج بيتي. هاي أكثر اللقطات اللي أنا حبيتها واللي انعرضت داخل السينما في بلجيكا، وهي لبغداد والمظاهرات اللي صارت.